صحيت من النوم لقت بطنها منفوخة وجسمها كله منمل، وما كانتش عارفة هي حصل لها ايه. ده اللي حصل مع مي عز الدين لما كانت تعبانة واضطرت انها تدخل فورا أوضة العمليات. مي عز الدين الموضوع بدأ معاها في الأول آلام متفرقة ومشاكل في الهضم، لكن مع الوقت الوضع بدأ يسوء بشكل سريع لدرجة إنها اكتشفت إن في صديد انتشر داخل البطن، وكمان وصل للأمعاء وخلى أجزاء منها تلتصق ببعض وتتحرك من مكانها الطبيعي. بقى الهضم عندها شبه متوقف تماما، وبعدها بأسبوع تقريبا عرفت إن الأكل والأدوية اللي كانت بتاخدها تسببوا في مضاعفات وحالة تسمم زادت الوضع سوءا. لكن اللحظة الأصعب كانت لما صحيت في يوم على ألم شديد جدا، جسمها كله كان منمل، فتم نقلها للمستشفى بشكل عاجل. هناك اكتشف الأطباء خطورة الحالة وخضعت لعملية جراحية بالمنظار تم خلالها تنظيف وشفط الصديد المتراكم داخل البطن والأمعاء مع استئصال الزايدة الدودية لإنقاذ حياتها. وده فيه شبه كبير من اللي حصل مع ياسمين عبد العزيز في وقت من الأوقات في حياتها.